كل المقدمات اللي احنا ممكن نقولها على المايسترو علي اسماعيل. صعب ان احنا نلخص، زي ما بنقول كل مره، صعب ان احنا نلخص مبدع كبير اشتغل في كل المجالات، من التلحين للتوزيع للتأليف الموسيقي للموسيقى التصورية للمشوار الطويل مع فرقة رضا والإبداع اللي من وجهة نظري ومن وجهة نظر ناس كتير قوي عاشوه. انه مش ان انت كنت بتعمل كده بس، لان كنت بتعمل كده لايف وكنت بتقود الفرقه، ولما كانت بتسافر فرقه رضا في اي مكان كنت بتبقى زي ما بنقول طول الوقت، انا كنت بقول طول الوقت وكلنا بنقول ان العمدان الاساسيه بتاعت فرقه رضا ثلاثه: محمود رضا وعلي رضا وعلي اسماعيل من غير ترتيب، لان هم طول الوقت كانوا بيبدعوا. محمود رضا كتصميم رقص وكراقص، علي رضا كمخرج، علي اسماعيل طبعا الموسيقى اساسيه جدا، لانه ما كانش ينفع فرقه رضا من غير هذه الموسيقى اللي شكلت اساس فرقه رضا، سواء في الفيلمين اللي احنا بنتكلم عليهم، اجازه نص سنه وغرام في الكرنك، وده جزء من اللي احنا شفناه دلوقتي بتاع فرقه رضا وفي العزبي في الاقصر بلدنا. و في تاريخ طويل عريض يشهد عليه مسرح البالون في فرقه رضا. وكان الدكتور عبد الله حتى بيقول لي طب ما احنا نعزم فريده فهمي، فقلت له طب ما تعزم فريده فهمي، فجه النهارده وما عزمش فريده فهمي. من طول الوقت بيراهني وهو اللي بيخسر. لا، هو الدكتور عبد الله ما بيعرفش، يعني ما عرفش يجيب، ان هو قال لي انا مالكش دعوه، هخش معايا فريده. فين الاستاذه فريده فهمي؟ ايه؟ ما ردتش عليك؟ لا رديت. امال ايه؟ بس ما بتخرجش. طيب ما انا قلت لك انت بس بتحب. طيب اسمحوا لي، هي شرف المحاولة. اسمحوا لي، انا بحب اناكف الدكتور عبد الله لان هو هنقول دلوقتي في المقدمه